تعرف ان الحارس ده خدع العالم بشفرة حلاقة وضيع بلده، وده كان في سنة 1989 في تصفيات كأس العالم. البرازيل قدام تشيلي في قلب ملعب المراكانا، اكتر من 100,000 متفرج وضغط نفسي وبلد كاملة بتحلم بالتأهل. ولكن اللي حصل في الماتش ده دخل التاريخ، بس مش بسبب الكرة، ده بسبب اكبر خدعة في تاريخ اللعبة. الماتش كان ماشي تمام، ولكن البرازيل سجلت جول وتشيلي خلاص بتودع الحلم. وفجأة في الدقيقة 70 تقريبا شمروخ بينزل من المدرج، وروبرتو روخاس حارس تشيلي بيقع على الارض والدم مغرق وشه، واللاعيبة حواليه مصدومين اللي هو حد من الجمهور قصده ولا ايه. وبعدها كل لاعبين تشيلي انسحبوا وقالوا مش هنكمل الماتش، اروحنا في خطر يا عم. الماتش اتوقف والدنيا اتقلبت، ولكن لما شافوا اللقطه تاني طلع ان الشمروخ بعيد عن الحارس بحوالي مترين. طب ايه الدم ده؟ المفاجاه كانت صادمه، روخاس جرح نفسه بشفره حلاقه كان مخبيها في الجوانتي. والله عمل المسرحيه دي عشان يلغي الماتش ويحاول يدي اي فرصه لتشيلي عشان تصعد، ولكن النتيجه تشيلي ما دخلتش مونديال 90 واتشالت من تصفيات 94. روبرتو روخاس اتوقف مدى الحياه عن لعب الكوره، ورفعوا الايقاف ده سنه 2001 بعد ما اعتزل خلاص. وفضلت قصته واحده من اغرب واتعس الفضايح في تاريخ الكوره، والحارس اللي ضحى بوشه ضحى بكاريره كله كمان.